أيها السادة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم شرشوب همام من جمهورية مصر العربية، محافظة أسيوط، مركز ومدينة ساحل سليم. النهاردة هنتكلم عن الرجل الذي احتل مكان غير مكانه، وهو السيد السيسي. يا سيد عبد الفتاح السيسي، اقسم لك بالله العظيم من اول يوم شفتك فيه وانا قلت عليك فجري. احنا بنشحت وحضرتك طالع لي في التلفزيون كل يوم، واحد يسيب لي فكه ويتبرع من اجل مصر، تحيا جل مصر ومش عارف ايه يا عم، في ايه يا عم؟ انت مش دورك، امشي. ده انا شفت حاجات بتحصل غريبه في التلفزيون ابن المعفنه ده، التلفزيون المصري اللي بيتكلم لي كل يوم، يطلع لي الجرع ابن الجرعه اللي اسمه وائل النبراش ابن الجرع، عمرو اديب ابن الجرعه ده. عمرو اديب بيقول لك اللي ما عجبوش يمشي منين يا ادم؟ وانا ساكن في ارضيه امك، همشي؟ يا اخوانا، مفيش دوله يحكمها العسكر تنجح. النجاح في كل بني ادم يمسك تخصصه. رئيس الجمهوريه يكون واخد كليه السياسه واقتصاد، يتعامل مع السياسه والاقتصاد. انما واخد كليه حربيه، خليك في الحربيه بتاعتك. مش كل يوم طالع لي انت مصر اشباه دوله. هي حد خلاها اشباه دوله غير اشكالكم المعفنه؟ كل يوم الارهاب المحتمل والارهاب المش محتمل. مين اللي عمل الارهاب؟ مين هو الارهاب اساسا؟ شعب زي الشعب السوري اتقتل منه اكتر من مليون واتهمتوه في الارهاب. ده احد المعلقين عندي على الفيديوهات بيقول، قال في ارهابي في ساحل سليم. انا ارهابي؟ طب ارهبت امك في ايه انا؟ ايه اللي ارهبته في امك انا؟ عشان انا بدافع عن رسول الله؟ اقسم بعزة دلالة الله اي كلب كان زكريا بطرس ولا ام زكريا بطرس يتكلم عن رسول الله يتقطع لسان امه. احنا ما بنخافش من حد ولا بنهددش من حد، احنا بنكلمكم باحترام، واللي يرضى يرضى واللي ما يرضاش الله ما رضي. عبد الفتاح السيسي مش هيدوم لكم طول العمر، ما هو الا موظف في الدوله. رئيس الجمهوريه ده موظف زيه زي اي موظف. انما شويه الاعلاميين اللي عماك انتوا تفخموا بس رئيس الجمهوريه اللي يستاهل التفخيم فيها مصر، وباقي الشعب ابن معفنه. والناس اللي بتطلع تتكلم لي على السكر، ما يغور السكر في 60 داهيه، بس السكر اللي هنا لو هو مفيش علاج في المستشفيات هدور على سكر؟ دور على شويه الميه اللي مالوهم بتوع عربيات الكسح خرا. عربيات الكسح بتكب 24 ساعه في نهر النيل خرا، واحنا بنشربهم. ويطلع يغنوا لي في التلفزيون ابن المعفنه ده، نهلك سكر. نيل اللي فيه سكر يا ناس؟ ناس اتقوا ربنا. عبد الفتاح السيسي انت تمشي، والما مشتش بالرضا هتمشي بالعافيه. وديني كلمه هقولها لك والله العظيم، الما مشيت برضاك هنمشيك غصب عنك. صور عليك 11 واحنا هنتكلم، وان كان الشعب السوري الشعب البطل، الشعب المناضل اللي يستحق 1000 مليون تحقيق من الشعب المصري، انما الحكومات العربيه دي ما عايزاش غير المركوب. واوعوا راد الهلس زي ده يرهبكم ان هو صوت في الامم المتحده وادى صوته لروسيا. لا، احنا معاكم، بس والله العظيم لو امتلك
تمن المواصلات اللي تودين عندكم ما اترادع دقيقة واحدة. عليه الطلاق مصابع يحصل الدقيق مخلي رئيس في الدول العربية اللي بضربه بالدزمة فوق راس ابوه. يا شوية زبالة ولاد كلب، فضحتونا وسط الأمم. جمهورية مصر العربية فيها حوالي 100 مليون. أي راجل عنده كرامة وأي راجل محترم. عبد الفتاح السيسي ده ما ينفعش رئيس. عبد الفتاح السيسي ده ما ينفعش رئيس. أنا عليه الطلاق لو معايا حتة أرض وعاوز غفير وما فيش غيره هو غفير أنا مرضى. ده عبيط، ده راجل فاشل. برضو دقيق مفيش، سكر مفيش، زيت مفيش، رز مفيش، والحاجة يا ريت حتى تزيد بنية 2 3 أو بجنيه يبقى ب5 يزيد ل4 أضعاف. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه الدولار اللي ركب طيارة وفر لفوق؟ مش معنتك يا عم امشي. واحنا كنا الثورة بتاعتنا بنطالب بحرية وعدالة. فين اللي لقينا حرية ولا عدالة ولا عيش؟ كل حاجة قضيت عليها. القضاء النهارده القاضي ياخد له 200 ألف جنيه في الشهر مرتب، ده أصغر قاضي. إنما أنا بتكلم على القاضي اللي هو ولد الناس ياخد 5 مليون في الشهر مرتب. ما برضه العملية درجات. وظباط الجيش 10 مليون 5 مليون في الشهر ماشي. كل حاجة غليت أصله برضه. ده غير المصايف وغير الدنيا. اتقوا ربنا. أنا عن نفسي أشوف العيش في التلفزيون، اللحمة هروح أصور العيال جنب اللحمة عند الجزار يوم الخميس، أدي العيل كارت عشان يشبع. شوفوا لنا حاجة. الجوع أوسخ من الانفلات الأمني، والله ندعنا لا هنخلوا فيها أبيض ولا أسود. الجوع أوسخ من الانفلات الأمني. احنا بقينا دلوقتي زينا زي أي دولة في الصفر. وتطلع أنت تتكلم عن تركيا. تركيا دولة اقتصادية رقم 4 في العالم، إنما أنت ما عارفكش أنا فين، ما بينش على الخريطة. تخسر الدول الخليج كلها في كلمة. إيه قيمتها معانا روسيا إحنا عشان أنت تضيع دول الخليج كلهم في كلمة؟ الشعب الروسي السوري ده عاوز حاجة تاني. فرمتوه، هدرتوه، هديتوا بيوته، دمرتوه. الحياة مستخسرينها فيه. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. ننتقم منكم ربنا. شوف الراجل ده مشتوم من مصر هو وعصبة الحرامية اللي حواليه، واحنا تعبنا. ده بتهنى وانت راجل فاشل. واحنا الحمد لله وبنحمد الله ان في كلمة لا اله الا الله في الارض موجودة، وارضه من اي بني ادم مسلم. تشتري مصحف وتخليه في بيتك لحسن ولاد الوسخة دول والله ممكن يغيروا المصحف. والله ممكن اللي انت شايفهم دول الرؤساء الكفرة دول يغيروا المصحف. انا بقول هالكلمة دي وهوصي بيها ولدي وولدي يوصي ولده. اياكم، للناس دول هدوا المساجد وكل اللي قال لا اله الا الله ضربوه. اتقوا ربنا. كفايه اللي بيحصل في سوريا واليمن والعراق وفلسطين. فلسطين افتح المعبر، خلي عند ابوك دين. واحنا كفايه تعبنا اتخنقنا والله العظيم. ما عندنا نفس تاني ولا عندنا كل حاجه بقى. هقول لك ايه يعني؟ هقول لك ان 99.5 من الشعب المصري كاره وش اللي دابك انت واحمد موسى ابن البدم. ابن البدم، الراجل اللي ما عندوش دم ده. ولا مصطفى بكر ابن الحرامية ده من العبيد اساسا. ده ما يتكلمش عن الشعب المصري، لان اساسا
افريقي زندي مش مصري. مصطفى بكري مش مصري. وشويه النميس الحديدي بنت المصد دي واللي شويه الزبالين دول كفاياكم تفخيم في الرئيس. الرئيس ده ما هو الا موظف زيه زي اي موظف. احنا تعبنا، احنا خلصنا، احنا ما بيجيش فينا نفس تاني. ماشي؟ هتمشي بالزوج ماشي، ما هتمشيش بالزوج والله همشيك بالعافيه وياكش نخلص كلنا. زي احمد موسى بيقول لك ايه اللي ينزل 11 يشيل كفنه. احنا هنروح مكفنين جاهزين. وشكرا لكم والسلام.